السلام عليكم ومرحبا بكم واهلا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويا رب تخلي لكم صحيحتكم وترزقكم من فضله يا ربي، وتبعد منكم شر الخلق. التعاليق ديالكم راني كنقراها، شكرا لكم بزاف، كتحفزوني وكتشجعوني وكتزيدوا تعطيوني واحد الثقه في النفس اللي هي زوينه بزاف. لا يخطيكم مع عائلتي، نتوما راكم عائلتي الثانيه، واقسم بالله العلي العظيم داك الكلام كله اللي كتكتبوا ليا والله حتى كيفرحني. والله العظيم الا كنفرح وكنحس براسي ماشي غير بوحدي. قبل كنت كنحس براسي بوحدي صراحه، ولكن دابا الحمد لله بديت كنكسب ناس، والعائله بدات كتكبر الحمد لله. كلشي ولا كيسول فيا وكيعرفني، اللهم لك الحمد. كنقرا التعاليق ديالكم، بالخصوص التعاليق ديال الفيديو ديال اللي فات ضحكتوني. شحال من وحده كتبات لي اسمها هند راه كاع عندنا داك الديور المهجورين. انا فكرت البنات هذوك الديور المهجورين ما تبقاوش تحيدوا مع خليهم تناخذوا الاستفاده. والله العظيم الا ضحكوني بعد التعاليق. الله يخطيكم وشكرا لكم بزاف. وواحد البنت مسكينه عرفتو شنو، تخيلوا معايا كتبات لي اسمهان، مع انا هضرت معكم على المشاهده في الفيديو اللي قبل، قلت لكم عافاكم ما غير خليو الفيديو كامل تيكمل. كتبات لي اسمهان واش الفيديوهات القدام ديالك واش حتى هما تستافدي منهم؟ الحبيبه ديالي الله يخطيك، الله يخطيك وبارك الله فيك مسكينه. شكرا لكم كاملين، الله يخطيكم. الحبيبه ديالي بحال الفيديوهات القدام بحال الفيديوهات الجداد. شكرا لك بزاف وانا ممتنه لكم، الله يحفظكم. المهم القصه ديال اليوم القصه مختلفه وغريبه وماشي اي واحد يقدر يتقبلها. القضيه ديال اليوم قضيه ديال واحد الشابه اللي كتنتمي من اصول امازيغيه. هاد الشابه كانت زوينه بزاف حيت انا شفتها. قال لك الا مشى الزين كيبقاو حروفه. مهم، ولكن ماشي دائما الجمال ديال المراه هو الكرامه ديالها، وتحافظ على شرفها وتحافظ على الجسد ديالها وتعطي قيمه لراسها. هذا هو الجمال الحقيقي ديال المراه. اما لا كنتي زوينه وكنتي سهله فهذا ما كيعنيش الجمال، كيعني قله الاحترام والبساله. نبداو القصه. كيف قلت لكم هاد السيده كتنتمي لاصول امازيغيه محافظه. هاد الشابه خطبوها شي ناس من المنطقه ديالهم، تزوجات به وقبلات، كانت كتعيش عيشه زوينه واكله شاربه مستوره الحمد لله. ولدت معاه الوليد الاول، ولدت معاه البنيه، هنا ولاو عندها وليد وبنيه. مشات ايام وجات ايام وتوفى راجلها الله يرحمه، مات موته ديال الله. بقات ساكنه مع عجوزتها، حاطين الراس على بعضياتهم، مقابله عجوزتها وفي نفس الوقت عجوزتها ما سخاتش بوليدات ولدها، صافي تشم فيهم الريحه وهي غاده الايام. كيف قلت لكم مساله طبيعيه انها تبقى مع عجوزتها وما سخاتش بوليدات ولدها، تشم فيهم الريحه، واكلين شاربين مجموعين على باش ما قسم الله. حتى هاد السيده اللي مات ليها راجلها وخلاها ليها جوج وليدات اللي بنيه وليد، غرها الشيطان ولد الحرام نعله الله، وولات كتعرف واحد السيد، ولات ما على علاقه غير شرعيه. مع المده ولات كتدخلو حتى للدار، كتخلي عدوزتها تنعس وكتدخلو للدار نهار على نهار. حتى لواحد النهار عجوزتها كان فيها واحد الطبع، ما كتنعس حتى كتنعس الموس تحت المخده ديالها. المهم ما عرفتش علاش كدير بحال هكا، ولكن كاين انا سامعه كاين بعض الناس اللي كيديروا هذه القضيه هذه، كاين اللي كيدير المصحف، كاين اللي كيدير الموس، المهم كل واحد المهم كانت غير هي ومرت ولدها، يعني بحال باش تحمي راسها، المهم شي حاجه بحال هكا ممكن. حتى لواحد النهار وغدا تفيق عجوزتها على غفله وعاد تلقاها مدخله راجل للدار غريب. تلقاه حتى حصلاتهم في الليل ما تيقاتش، بقات كتغوت وقالت لها شوفي
والله تنفضحك، والله ما نسكت ليك باش تدخلي لي الراجل حتى لداري، والله تنفضحك. قالت لها شوفي غيصبح الصباح ويفتح، والله ما نخليها فيك، والله تنقولها لباك، والله تنفعل ليك، والله تندرك ليك. السيده خافت من باها، وخافت من الفضيحه، وخافت حتى من السمعه ديالها مع وليداتها ومع الناس. شوف الشيطان، شوف الانسان كيفاش كيفكر، وشوف سبحان الله دابا كل واحد وتفكيره. كاين من اللي كيتفضح تيقول نسلم امري لله ونصلح الغلط واللي دارها ربي هي اللي كاينه، وكاين اللي كيغلط وباش يتستر تيكون ماشي غير اناني، كيكون هذا خطر على المجتمع. هاد الناس اللي تيكونوا بحال هكا كيديروا المستحيل باش الستر ديالهم ما يتعرفش، تيكونوا خطر بزاف. شوفوا شنو دارت، خلات عجوزته حتى نعسات. صافي السيد مشى في حالاته، عجوزته قالت له الصباح يفتح غنمشي عند باك وغنحط ليه كلشي والله تنفضحك. خلات عجوزته نعسات، مشات لها تحت المخده، جبدات الموس اللي عارفاها هي فيها عجوزته عندها طبع كتشد الموس كتخشي تحت من راسها عاد كتنعس تحت من المخده. شدات داك الموس جبداتو، بقات كتعطيها شحال من طعنه، مهم فوق من 5 ديال الطعنات. ماتت السيده والدمايات والحاله حالة الله الدهشات، وفاقوا ولادها بداو كيغوتوا. شكون اللي فضحها؟ فضحوها ولادها، بقاو كيغوتوا وامي 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 ويفضحوها ولادها. المهم جاو الجيران، جاو البوليس، داوها داو الجثه، بقاو الوليدات مساكن بوحدهم. باها ساق الخبار جا كيجري، داو وليداتها. واحد الحاله، واحد مشكل كبير. هذا مشكل اللي هو صعيب على الانسان باش يتقبلو، لا من ناحيه ولادها، لا من ناحيه عائلتها، لا من ناحيه عجوزتها، لا من ناحيه راسها. حتى من عجوزتها ما تقبلاتش، راه ما تيقاش، لان مرت ولدها الوحيده اللي كانت عندها اللي حاطه عليها الراس موانسين على الاقل دير غير بوجه الدم، هي كتدخل الراجل عليها حتى للدار. ماتت عجوزتها الله يرحمها، مشات السيده للحبس، تحكمات بالمؤبد. ملي تعتقلات المحققين ما لقاوش معها مشكل، لان عاودت الحقيقه كامله من الاول حتى الاخر بلا زياده وبلا نقصان وبكل سهوله، بلا غوات بلا سير واجل. عاودت الحقيقه بتلقائيه من الاول حتى الاخر. هاش كاين. ملي داوها للسجن، المهم بقات كتمشي لعند قاضي التحقيق، كتطلع جلسه، كتطلع المحكمه بحال هكا. مع الوقت ومع الايام غتلقى راسها حامله وهي في السجن، ومن الراجل اللي قتلات عجوزتها على قبله. الكيه هنا ولات كيات وكيتين، ما حيلتها الكرشه اللي هي حامله في السجن، ما حيلتها الحكام اللي كتسنى فيه، ما حيلتها الولادة، ما حيلتها الكيه ديال باها وعائلتها اللي مرضاوش. اكيد في منطقه اللي هي صغيره والخبار كدير بهم، حتى شي واحد ما راضي بالوضع. وباها راه دا وليداتها، باها دا وليداتها وجمعهم ليها وصراحه وكبرهم داكشي. المهم انا جاياكم الهضره. كيف قلت لكم السيده لقات راسها حامله، ومشات ايام وجات ايام وتحكمات بالمؤبد. ملي تحكمات بالمؤبد صافي ما بقاتش كتفكر ولدات الوليد كاينه في السجن. هنا داو ليها لواحد الجمعيه ولات كتشوفو مره كتشوفو، وهي كتفكر كيفاش غادي دير. المؤبد كان صعيب على عائلتها بزاف وما تقبلاتش وبزاف ديال الحوايج. ونقول لكم انا الصراحه ما كانش عندي معاها، وصراحه نقولها لكم الصراحه والله ما نزيد عليكم ولا نقص عليكم، وماشي غير انا ما كتدخلش للخاطر، ولكن هي راه فيها واحد الزين بلا ما نقول لكم. فيها عرفتي عينيها خضرين، وجهها هكا كيشعل، شعرها رطب، ولكن مني كتشوفي فيها راه ما كتدخلش لك لخاطرك. فيها شي حاجه واخا زوينه من حدك تشوفي فيها وهي كتخياب، ما كتدخلش للخاطر بصفه نهائيه. وانا راه كنت معاها في السجن وما كنتش كنهضر معاها بزاف، وما كنتش كنحملها حتى تهضر معايا صراحه، ماشي غير على هادشي اللي دايره، هادشي انا ما حاضراش ليها، ماشي كنت معاها وحياتها هذيك وما سوقيش فيها، وربي اللي غادي يحاسبها. غير انا شخصيا ما كانتش كتدخل ليا لخاطري، لانها باينه من دوك الناس اللي كيضربوا غير من التحت.
صراحه، الصراحه نقولها، بينما الناس اللي سكوتيين وكضرب من التحت. والحاجه اللي اثرت فيا هي بزاف هي انها ولدها كانوا داوه للجمعيه وكانت كتشوفو غير مره، وهنا كانت تبنات واحد السيده اللي بالموافقه ديالها، ماشي يعني بالموافقه ديالها، وافقات، وكان الاتصال راه كاين بينها وبين السيده اللي مربيه ليها ولدها. وهاد السيده ما كتولدش، ملي شافتو في الجمعيه استشرت مع الناس اللي كاينين في الجمعيه وقالوا لها بان الام ديالو راه كاينه في السجن، وتم بالموافقه ديالها عطات الوليد لدوك الناس، وراه كيقرا مزيان وعايش مزيان، وكتهضر معاه في التليفون وكتهضر حتى مع مو في التليفون، لان مني ولداتو هضرات مع باها وقالت ليه با وشت ليا ولدي وقال ليها شوفي انا هادو نشدهم، هذاك الولد ما تجيبيش ليا وما تدخليش ليا على داري. صافي بقات مكلفه به ديك السيده، عايش بخير، وهي راه تشدات شابه باقا في العشرينات، باقا يلا كيف تزوجات ولدات، من توفى ليها الراجل وخلاها صغيره. وقع لها المشكل، وملي عرفتها انا راه عرفتها عندها شي 46 عام، يعني راه دوزت اكثر من 20 عام في السجن. ومهم هي كتصلي، ما كتحيدش التسبيح من يديها، وما كتحيدش من القران، وما كتحيدش من الصلايه، راه كتضل تصلي نهار وليل، الله يقبل ليها يا ربي والله يغفر لنا كاملين. انسانه متدينه بزاف، وما كتحيدش التسبيح من يديها، وداخله سوق راسها، ولكن كدير شي شوفات، وحد الشوفات عندها خايبين، وانا مكت... انا شخصيا كتدخلش ليا لخاطري. ودابا راه جاها العفو، وباقي ليها دابا على ما عرفت انا العفو اللي جاها، حددوا ليها من المؤبد، حددوا ليها 30 عام وخليتها. والله يدير شي تاويل ديال الخير، ويا ربي والله يهدينا يا ربي، والواحد يدير عقله وما يتصرفش بحال هكا. ماشي الواحد نهضر عليها دابا، هي دابا ماشي حنا كلنا كنغلطوا كاملين، حنا ماشي ملاك، ولكن على حسب كل واحد والحجم ديال الغلط اللي كيدير. دابا نتيا راجلك مات الله يرحمه وليداتك وعايشه مع دوزتك، ما خاصك تا خير. اش بغيتي البلا، اش بغيتي البلا. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم بزاف، وخليت لكم الراحه والهنا. باي باي.